وصلنا في الفيديو اللي فات لحد هنا وقلنا ان احنا مش هنضيف الاشكال من الاد كيوب اللي تحت دي، وده النهارده ان شاء الله هيخلينا نتعرف على اختصار جديد جوه البرنامج. خلينا بس في الاول نمسح الاشكال المكعبات دي علشان نعرف ايه هو الاختصار الجديد. بحدد شكل المكعب كده من سيلكت بوكس وبدوس على زرار الديليت من الكيبورد، بدوس على المكعب وبدوس اكس من الكيبورد او زرار ديليت على طول. وزي ما انتم ملاحظين ما بقاش في عندي اي اشكال. ايه هو بقى الاختصار الجديد؟ انا باجي من الكيبورد بدوس على شيفت وحرف الاي، زي ما انتم شايفين كده على الشمال ظهر لكم الكلمه شيفت وحرف الاي، بتظهر لي القايمه دي. هي القايمه دي سهله جدا، قدام هنلاقي نفسنا ان احنا بنستخدمها كتير قوي علشان بنحط فيها الاشكال من هنا. من مش بنزل المكعب، بنزل اسطوانه، او بحط شكل القرد ده شكل دايما ثابت برضو جوه برنامج بلندر. انتوا تلاحظوا ان انا لفيت بالبكره بس كده وبعمل زوم وبخليها بالشكل ده. طيب ده الاختصار اللي احنا هنعمل منه الاشكال. عايزه بقى اتعرف على ايه هي المربع ده وايه هي الدايره دي. لو جينا من الكيبورد على ايدينا اليمين في الارقام دوسنا على رقم 0 نلاقيها ظهرت لنا بالشكل ده. ده يخلينا نستنتج ان المكعب او المربع ده اللي عندي هو عباره عن الكاميرا جوه برنامج بلندر، اللي مفيش اي شكل هيطلع منه جوه البرنامج غير لازم يبقى فيه الكاميرا دي. تخيلوا معايا انكم ماسكين موبايل وبتصوروا مشهد ومثبتين شكل الكاميرا. تاخدوا الزاوية ازاي؟ هي دي فكرة الكاميرا. فببساطة شديدة لو انا عايزة يعني اشغل شكل الكاميرا دي هاجي ادوس 0 وبتظهر لي بالشكل ده. طيب وايه هي بقى الدايرة دي؟ لما باجي احددها كده بلاقي عند اليمين حاجة اسمها من السين كولكشن، حاجة اسمها لايت اللي هي الإضاءة. دي هتخلينا لما نيجي ان شاء الله نرندر قدام جوه برنامج بلندر هنعرف ايه هي فكرة الإضاءة وأهميتها. هي اللي بتنور المشروع، بس قدام هنستخدمها في قوة الإضاءة وازاي نخلي فيه إضاءة مثلا لونها أصفر وفي إضاءة لونها أبيض بأشكال مختلفة. الفيديو ده مش عايزاه برضو يطول عليكم، ان شاء الله منتظراكم في الفيديو اللي جاي نتعرف فيه على أدوات كتيرة. متحمسة ان احنا نكمل ان شاء الله برنامج بلندر.